امرأة غلبت المحن بدموعها وصلواتها لتصبح رمزا للأمومة والصبر والإيمان الذي لا ينكسر. إنها قصة القديسة مونيكا، الأم التي غلبت المحن بدموعها وصلواتها، فحولت ابنها أغسطينوس من حياة الضياع إلى أحد أعظم الفلاسفة المسيحيين. ولدت القديسة مونيكا عام 333 ميلاديا في الجزائر من أبوين مسيحيين. نشأت على قيم الإيمان والتقوى، وتزوجت برجل وثني يدعى باتريكيوس، كان يكبرها سنا ويتميز بطباعه الحادة. على الرغم من قسوة الحياة الزوجية، تحملت مونيكا بشجاعة، مصلية من أجل زوجها بصبر وثبات. أنجبت مونيكا 3 أبناء: أغسطينوس، نافيكيوس، وابنة تدعى بيربيتوا. كانت حياة الأسرة مليئة بالتحديات، لا سيما مع ابتعاد أغسطينوس عن الإيمان. بعد 30 عاما من الصلاة المستمرة، اهتدى زوجها إلى المسيحية قبل وفاته، مما أعاد الأمل إلى قلبها بأن ابنها سيعود أيضا. لكن أغسطينوس الذي كان ذكيا وطموحا انغمس في حياة من الكبرياء والزنا، وابتعد عن الإيمان بانضمامه إلى الديانة المنوية. ورغم محاولات مونيكا لإعادته، رفض الاستماع. نصحها أحد الأساقفة قائلا: من المستحيل أن يهلك ابن الدموع الكثيرة. استمرت في صلاتها على أمل أن يهتدي. في ميلانو وجدت القديسة مونيكا الدعم الروحي من القديس أمبروسيوس، وبعد 17 عاما من العناد خضع أغسطينوس أخيرا للإيمان، ونال سر المعمودية في ميلانو ليصبح رمزا للفكر المسيحي وفيلسوف الكنيسة اللاتينية. رحلت القديسة مونيكا عن عالمنا في عام 387 بعد أن عاشت فرحة عودة ابنها للإيمان. أما أغسطينوس فقد أكمل مسيرته الروحية، وأصبح أحد أعظم المفكرين المسيحيين حتى وفاته في 28 من أغسطس عام 430. اذكرونا في صلواتكم مون جيسو. ادعمونا بمتابعة تشجيعا منكم لك نستمر. امرأة غلبت المحن بدموعها وصلواتها لتصبح رمزا للأمومة والصبر والإيمان الذي لا ينكسر. إنها قصة القديسة مونيكا، الأم التي غلبت المحن بدموعها وصلواتها، فحولت ابنها أغسطينوس من حياة الضياع إلى أحد أعظم الفلاسفة المسيحيين. ولدت القديسة مونيكا عام 333 ميلاديا في الجزائر من أبوين مسيحيين. نشأت على قيم الإيمان والتقوى، وتزوجت برجل وثني يدعى باتريكيوس، كان يكبرها سنا ويتميز بطباعه الحادة. على الرغم من قسوة الحياة الزوجية، تحملت مونيكا بشجاعة، مصلية من أجل زوجها بصبر وثبات. أنجبت مونيكا 3 أبناء: أغسطينوس، نافيكيوس، وابنة تدعى بيربيتوا. كانت حياة الأسرة مليئة بالتحديات، لا سيما مع ابتعاد أغسطينوس عن الإيمان. بعد 30